السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله ميعادنا مع حرف جديد من سلسلة تعليم الحروف للأطفال، وميعادنا مع حرف اللام. أول حاجة هنتعلمها عن حرف اللام هو شكله. شايفين شكل حرف اللام عامل إزاي؟ واقف كده مظبوط وبعدين بيكمل نص دائرة. طيب حرف اللام في الكلمة إزاي نفرق بينه وبين حرف الألف؟ أول حاجة إن حرف اللام بيمسك في إيد الحروف من قبله ومن بعده. يعني ده حرف اللام، شايفين لو جاي حرف من بعده بيمد ايده ويمسك الحرف اللي بعده عادي جدا. لكن شايفين حرف الالف بيمسك الحروف اللي قبله بس وما بيعرفش يمسك اي حرف جاي بعده. يعني لو شفت كلمة فيها حرف ممكن نتلخبط ان هم شكل بعض شوية في الكلمة، لكن اول ما بلاقي ان الحرف اللي عندي مسك في ايد الحروف اللي بعده من هنا يبقى ده حرف اللام. لكن حرف الألف ما بيمسكش في أي حرف جاي بعده، عشان أفرق كويس وأعرف الفرق بينهم وما ما اتلخبطش واقول ان ده الف وهو لام او لام وهو الف. لازم ابقى عارف كويس قوي ان حرف الالف ما عندوش ايد تانية، فما بيعرفش يمسك اي حرف جاي بعده. لكن حرف اللام هنشوف دلوقتي المواضع بتاعته وهنعرف ان هو عنده ايدين وبيعرف يمسك الحروف قبله وبعده. يلا بينا بقى نتعلم اشكال حرف اللام. اول شكل معانا شايفين شكل حرف اللام في اول كلمة. يعني لو عندي كلمة بتبدأ بحرف اللام لازم اكتبه بالشكل ده. شايفين واقف مظبوط اهو، بيمد ايده عشان يمسك اي حرف جاي بعده، عكس الالف. شايفين اهو بيمد ايده ويمسك الحروف اللي جايه بعده عادي جدا. في وسط الكلمه بيعمل ايه؟ لو في حرف قبله وحرف بعده بيمد ايديه الاتنين ويمسك الحرف اللي قبله وكمان يمسك الحرف اللي بعده. وفي اخر الكلمه بقى بيعمل ايه؟ بيمد ايده ويمسك الحرف اللي جاي قبله ويكمل الرسمه الاصليه بتاعته عادي، اللي هي شايفين الالف بيبقى الناحيه بتاعته اليمين دي بتبقى مظبوطه، واقفه مظبوطه اهي، وبعدين بيكمل نص دايره او بيبقى بطنه مدوره شويه. ده شكل حرف اللام. يلا بينا نشوف بقى حرف اللام في اول الكلمه. شايفين حرف اللام اهو كتبناه ازاي في اول الكلمه؟ كتبناه كده اهو مظبوط، وبعدين مد ايده عشان يمسك حرف الحاء اللي جه بعده. كلمه لا لحم، لحم. طيب وليه نطقنا حرف اللام مفتوح؟ عشان جت فوق راسه حركة الفتحة اللي بتخلينا نقرأ صوت الحرف مفتوح نقول لا لحم. طب يلا نشوف كلمة كمان. ليمون، ليمون. عارفين الليمونة هي برضو اسمها باللغة العربية الفصحى ليمون. طيب شايفين لا شايفين اللام نطقناها ازاي في اول كلمة؟ لان عليها حركة الفتحة نطقناها لا ليمون. طيب حرف اللام جه عامل ازاي في اول الكلمة؟ جه برضو واقف مظبوط ومادد ايده عشان يمسك الحروف اللي بعده. يبقى حرف اللام في كل الكلمات اللي هيبدأ بيها وهيكون هو في اول الكلمة لازم اكتبه بالشكل ده، وما ينفعش اكتبه باي شكل تاني غير الشكل ده. خلاص، يبقى هو ده كان شكل حرف اللام في اول الكلمة. بعد كده معانا كلمة ثعلب. ثعلب. نطقت اللام فين؟ ما انا لازم اخلي بالي واشوف انا بقرا وانا بنطق اللام فين. في اول كلمه قلت بدات بيها ولا قلت ثعلب؟ يعني انا نطقتها في وسط الكلمه. شكلها عامل ازاي بقى حرف اللام في وسط الكلمه؟ مدت ايدها عشان تمسك الحرف اللي قبلها، ومدت ايدها التانية كمان عشان تمسك الحرف اللي بعدها. يبقى كده حرف اللام عنده ايدين، ايد قبله وايد بعده، عشان افرق بينه وبين حرف الالف. مثلا في اطفال صغيرين في بدايه التعليم ممكن مثلا يقولوا على اللام دي، يشاوروا عليها ويقولوا ده حرف الالف. فلازم نخلي بالنا قوي ان حرف الالف ما بيمسكش في حاجه بعده. لكن لو لقيت شبه حرف الالف بس ماسك في حرف بعده يبقى ده اسمه حرف اللام. اخر شكل معانا من اشكال حرف اللام هو شكلها في اخر الكلمه. شايفين شكل حرف اللام في اخر الكلمه عامل ازاي؟ كلمه جمل. نطقت حرف اللام اهو جمل في اخر الكلمه. طيب شايفين عمل ازاي بقى؟ مد ايده مسك في الحرف اللي قبله وكمل الرسمه بتاعته لانه هو اخر حرف في الكلمه. انا بكده حرف اللام في اخر الكلمه مش ممكن اكتبه غير بالشكل ده، بس لو في حرف من الحروف اللي بتمسك في ايده قبله. لكن لو جه قبله حرف من الحروف اللي ما عندهاش ايد تانية اكتبه فورا بالشكل ده.
احنا خدنا النهارده حرف اللام، وعرفنا ان حرف اللام وهو عليه الشرطه المائل الصغيره اللي اسمها حركه الفتحه بنطقه ايه؟ بقول لام فتحه لا، بيبقى صوته مفتوح، بفتح بقي وانا بقرا الحرف لا. كمان عرفنا مواضع واشكال حرف اللام في الكلمه. الكلمه بكتبه بالشكل ده، مش ممكن اكتبه باي شكل تاني. لو جه حرف اللام في اول الكلمه، وسط الكلمه برضو لازم اكتبه بالشكل ده. لو هو كان في المنتصف ما ينفعش اكتبه باي شكل غير الشكل ده. في اخر الكلمه برضو بكتبه بالشكل ده لو جاي قبله ايه؟ حرف من الحروف اللي ليها ايدين عادي. لكن لو جه قبله حرف من الحروف الشقيه او اللي ايدهم مكسوره بكتبه بالشكل الاصلي بتاعه. وبكده نبقى خلصنا الفيديو بتاع النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.